السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نعمل مع بعض بقى النهارده بسكوت العيد. بطريقة سهلة قوي، مكونات بسيطة. انا واخدة المقادير دي من محل الحلواني اللي عندي في المنطقة، ادهاني بالجرامات، وهقول لكم عليها بالظبط زي ما هقول لكم كده بالظبط اعملوها، هيطلع معاكم حلو جدا. السمك بتاعه حلو جدا، مش رقيق ولا رفيع ولا يتحرق منكم في الفرن. طلع معاكم حلو قوي. الاول لو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا، ولو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لي لايك. يلا بينا نخش على المقادير. انا استخدمت دقيق مكتوب عليه دقيق مخصص للكحك والبسكوت. ممكن تشتروا دقيق 5 نجوم او اي دقيق تكونوا متاكدين ان هو كويس جدا للكحك والبسكوت عشان ما يطردش السمنه. هنستخدم نص كيلو دقيق. على الميزان 500 جرام. بالاكواب كوبايه الشاي 4 كوبايات ومعلقتين كده او معلقه. هيطلع معانا 500 جرام بالظبط. تمام. وطبعا لازم ننخل الدقيق زي ما قلت لكم. السكر البودر انا طحناه في البيت، مش جايباه مطحون جاهز من بره عشان ما بيطلعش معايا مظبوط في الاكل، فانا طحنت السكر في البيت عشان ابقى ضامنه ان هو كويس. السكر البودر معياره 200 جرام. يبقى هنحط نص كيلو دقيق عليهم 200 جرام من السكر البودر، عليهم 300 جرام سمنة. السمنة انا كنت حطاها في التلاجة نص ساعة قبل ما اشتغل فيها، علشان تبقى ماسكة نفسها وساقعة شوية، عشان لما اجي اضربها مع السكر تعمل الفوم اللي انا عايزاه او الفوليوم اللي هتشوفوه دلوقتي بعد ما اجي اضربها ويتحول لونها للون الكريمي. لكن لو سايحة مهما اضرب فيها مع سكر مش تعمل معايا اللي انا عايزاه النتيجة اللي انا عايزاها. فهنحطها نص ساعة في التلاجة قبل ما نشتغل بيها. لو الجو حر قوي نحطها ساعة. هنضرب السمنة مع السكر الأول لحد ما يبقى لونها يفتح كده ويتحول للون الأبيض ده، ونحس ان القوام بتاعها بقى متجانس كده وحلو قوي. اروح نازلة عليها. هحط على النص كيلو دقيق بيضتين. هننزل بيهم الأول بيضة وبيضة. ليه ما بننزلش بالبيضتين مرة واحدة؟ عشان لو نزلنا بيهم مرة واحدة السكر هيفصل عن السمنة، فبننزل بأول واحدة ونضرب، وما تختفي ننزل بالتانية. وطبعا حطينا بيض يبقى لازم نحط الفانيليا. نحط فانيليا باودر او فانيليا سايلة. الاتنين تمام. هنكمل ضرب برضو بالمضرب. انا هنا كنت بفضي الفانيليا. هنضرب كويس قوي برضو لحد ما البيض كله يختفي مع السكر والسمنة، ونتأكد ان الخليط بقى متجانس كده وكله حلو قوي. هو قال لي حطي 4 معالق لبن على النص كيلو. انا حطيت 3 بس وظبطت معايا كويس. انا مش عارفه هو ليه قال لي حطي لبن، انا كنت بعمله قبل كده من غير لبن. بس هو قال لي احنا بنحط على مقدار الكيلو 8 معالق لبن، انت هتعملي نص كيلو فهتحطي 4 معالق لبن، المعلقه اللي احنا بناكل بيها الكبيره. تمام. وهنحط البيكنج باودر ربع معلقه على النص كيلو. ربع معلقه بيكنج باودر وذره ملح. هنقلب البيكنج باودر مع الدقيق كويس قوي عشان نتاكد ان هو اختلط مع الدقيق كله. انا بقلب بالمضرب عشان خاطر المضرب بيخلط المكونات كلها مع بعض كويس قوي. هننزل بالدقيق كله مرة واحدة، مش هننزل بيه حبة حبة، لا هننزل بيه كله مرة واحدة. وهنقلب بس بالمعلقة كده، اللي هو بنجيب من تحت لفوق، بنخلط المكونات كلها مع بعض بالراحة. انا مش بعجنه، انا بس بخلط الدقيق مع السمنة والسكر والبيض. هنقلب كده زي ما انتم شايفين بالراحة من تحت لفوق. ونتأكد ان احنا خلطناها كله كويس. عايزين نعملها بايدينا نعملها بايدينا. اهم حاجة نخلطها الاول كويس قوي. لو لقيناها محتاجه دقيق تاني نحط، بس هي محتاجش معايا اي حاجه خالص. هو حطيت زي ما انا قلت لكم كده بالظبط، ومحتاجش اي اضافات تانية خالص. شايفين العجينه بعملها بايدي بتلم، مش ملزقه خالص وسايحه. لا بتلم كده وماسكه نفسها برضو وحلوه، بس مش جامده، هي عجينه طريه عشان تنزل معانا من القمع حلوه قوي. ده مقدار البسكوت بتاع القمع مش بتاع المكنه. تمام. هنحط كده ده الكيس بتاع الحلواني ده، انا جايباه برضو من عند مستلزمات الادوات المنزليه. ده من بره قماش ومن جوه جلد. خامته حلوه قوي. ودي بنجيب بالبله اللي هي بتاعه البسكوت، اللي هي بتبقى عريضه ومشرشره كده دي. اضغطوا البسكوت كويس. انا مش عايزاه تعملوه رقيق، اعملوه تخين شويه يعني. امشوا بالراحه كده وانتوا بتضغطوا على الكيس عشان يطلع معانا البسكوته منفوخه كده شويه، ما تطلعش رقيقه قوي عشان يطلع طعمه حلو. وما يبقاش رقيق قوي ويتحرق مننا في الفرن. هنسويه. البسكوت لازم نكون مسخنين الفرن قبل ما ندخله فيه. لازم يكون الفرن سخن، ما ندخلوش على فرن بارد. لو دخلنا البسكوت على فرن بارد السمنه هتفصل من العجين وهيطلع معانا ناشف. فاحنا نبقى مشغلين الفرن قبل ما ندخل البسكوت اصلا، ويكون سخن الفرن وندخله
على درجة حرارة أنا شغّلته على درجة حرارة 200 تحت وفوق، تمام، عشان الوش معانا يحمر. طب لو هنسويه في فرن البوتاجاز العادي، هنسويه الأول وأول ما نتأكد إن اللي تحت استوى، هنشغّل الشواية عشان تدّي له لون من فوق، تمام، هيطلع معانا حلو أوي. زي ما أنتم شايفين كده أنا مدخّلاه أهو في الفرن، شغّالة عليه تحت وفوق، وضابطاه على درجة حرارة 200. هو قعد بالضبط 12 دقيقة، 12 دقيقة بالضبط قعد في الفرن، وطلع لونه أحمر وجميل، مش أحمر محروق، أحمر حلو أوي. هو مش واضح في التصوير، بس هو الحقيقة لونه حلو جدًا، زي اللي بنجيبه من الأفران بالضبط. وبجد تسلم إيده إن هو كتّر خيره إن هو قال لي المقادير وطلعت معايا مضبوطة جدًا، وطلع بسكوت طعمه حلو جدًا. جرّبوه قولوا لي رأيكم فيه، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وكل سنة وأنتم طيبين وبألف هنا وشفا. طبعًا لازم نحطه في علب ونقفل عليه، ما نسيبوش كده في الصينية يعني، كنت بس مستنية لحد ما يتهوى.